على حالها في انتظار قادم الدقائق ومرور الوقت. ننتظر هذه الكرة السانحة للوفاق لفتح مجال التهديف، لأن نسبة النجاح في ضربة الجزاء نسبة عالية. هل يفتح الوفاق؟ وبالفعل كرة ممتازة تصطدم بالعارضة ويوقع الهدف الأول جانيت لمصلحة الوفاق. إذن الوفاق متفوق منذ الدقيقة الخامسة بهدف مقابل صفر، جاء من ضربة جزاء كما تتابعون وتشاهدون معنا مباشرة من ملعب الثامن ماي بستيف. الوفاق يفتح مجال التهديف ومباغتة اللاعب جانيت للحارس سبورتيف يفتح مجال التهديف. هل تلقي جميع هذه الكرة؟ ممكن الكرة الوحيدة، بس هذه هي الكرة الوحيدة اللي استغلت. خطأ الهدف الثاني بالفعل خطأ في إعادة الكرة من زياد رابح إلى حارس تفهم وعمورة بذكاء. عمورة المتابعة كان ذكي جدا. هنا خلينا نقول ان عمورة كان ذكي، هو سبق اللاعب زياد ربح وكان عارف انه سيمرر ناحية بولطيف، سبق بولطيف وافتك هذه الكرة ووضعها في شباك امل عين مليلة ويوقع الهدف الثاني. خطأ كبير هنا من زياد رغم الخبرة رغم التجربة، لكن عمورة هنا حقيقة